السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا مطبخ ام وسيل ومحمود. اللي لسه اول مرة يشوفني يدخل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لايك وتكتبوا لنا تعليق منكم حلو كده. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. ربنا ان شاء الله يا رب يكون رمضان مبارك عليكم وعلى الامة الاسلامية كلها بخير. هنعمل بقى مع بعض جلاش محشي تحفة جدا بجد. هنستخدم حاجات بسيطة جدا. معايا هنا ربع كيلو من الكنافة، هحمره في 4 معالق من السمنة، وهنفضل نحمر فيه لغاية ما ياخد لون ذهبي معايا. ومعايا هنا بقى مكسرات سوداني، على عين جمل، على بندق، على عين جمل، ضربتهم في الخلاط في الكبة. ومعايا هنا الكنافة زي ما انتم شايفين، ومعايا سمنة بلدي عشان يبقى الطعم معايا حلو، وممكن سمنة من دي على دي عادي. ومعايا هنا لفة جلاش، اهم حاجة تبقى طرية عشان ولو يعني جايباها انا دي بصراحة كنت حطاها في الفريزر فطلعت معايا مكسرة شوية، بس هتبقى جميلة برضو وحلوة. هنا معايا العصاية بتاعة معرفتش اصور لكم كويس عشان انا بصور بايد وبعمل بالايد التانية. فهنا قسمت ورقة الجلاش نصين، وقسمت كده ربعها، تنيت ربعها وحطيت معلقة من السمنة. حاطة هنا العصاية بتاعة المعالق اللي هي الخشب، بتني كده نص تانية، وبحط بقى رشة كنافة وعليها رشة من المكسرات، وبلفها وبحاول اضغط كده عشان معرفتش اصور لكم الحته دي. بضغط كده على الناحيتين بايدي وبشد العصايه، بتطلع بقى الشكل اللي انتوا شايفينه المكشكش دوت. معلش انا اسفه لو التصوير مش واضح، بس عشان انا بصور بايد بالتليفون، يعني ما عنديش لسه اللي هي الحامل بتاع التليفون ده مش عندي بس. وهنرصها بقى كده في الصينيه. هنعمل طبعا هنعيد اللي انا قلت عليه. معلقه سمنه بس واحده كده هرشها، واحط بقى الكنافه والمكسرات اللي انا عايزاها، وممكن نحشيها مهلبيه برضو هتبقى حلوه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بجد الوصفه دي حلوه جدا والله، جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. هو ده الشكل اللي انا اقصده. هسحب بقى الجلاش من العصايه بس بقت بالشكل دوت. حطيتها طبعا في الصينيه، تعملوها بالحجم اللي انتوا عايزينه، وبلفها كده في الصينيه داير ما يدور. وهحط بقى السمنه، ونحط سمنه كده من فوق، وهندخلها بقى الفرن. الفرن طبعا يبقى سخن قبليها، وهنحطها في الفرن لغايه ما تاخد لون كده من تحت. ولو مشغله الشوايه ممكن تاخد على الشوايه في الاخر، يعني بعد ما تلاقي اللون من تحت اتحمر. وهنبقى عاملين الشربات بتاعنا. شكلها حلو جدا. بس كده بعد ما طلعت بقى وهي سخنه، والشربات بتاعنا كنت عاملاه ومحضراه، هرش بقى السيرب بتاعنا عليها من فوق كده وتتقدم. عايزه اقول لكم مقرمشه جدا وطعمها حلو جدا، وبألف هنا وشفا. يا ريت الفيديو ان شاء الله يعجبكم. معلش اسفه طبعا برضو تاني على التصوير. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونكبر بيكم باذن الله، والفيديو يعجبكم، وبحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.